السلام عليكم. اليوم إن شاء الله بسوي معاكم سندويشات دياي. استعرض معاكم المقادير. هني عندي دياي قطعناه قطع صغار ومغسلينه طبعا بالملح والكركم. عندي بصل، فلفل بارد ألوان، إذا ما في ألوان عادي ممكن بس الأخضر. عندي هني ثوم، وعندي كريمة طبخ، وعندي جبن موزاريلا، وعندي بستخدم سندويشات البرجر اللي بالبطاط. طبعا تطلع ألذ أحسن هذه لأنها شوية ألين. خلاص خليكم معاي نشوف أول خطوة في عمل سندويشات الدياي. عندنا هاي نبدأ نحط الزيت، وبنزل البصل، نحرك البصل. طبعا أنا ما يعني يحمر زيادة، مجرد إنه يدبل ببدأ أحط الفلفل البارد. الحين بنزل الفلفل البارد، الحين بحط الثوم، بس خليناهم شي قلبناهم مع بعض 5 دقايق. الحين بنزل عليهم قطع الدياي. نقلب الدياي لين يتغير لونه. ببدأ أحط البهار. طبعا البهار بس بحط ملح وفلفل أسود وكمون فقط لا غير، ما بنحط بهارات زيادة لأنه بنحطه داخل السندويش. طبعا النار لازم تكون عالية عشان الدياي ما يطلع ماي وايد. زين الحين بنبدأ نحط البهارات، نضيف الملح، شوية كمون، وشوية فلفل أسود. قلبنا الدياي مع البهارات، يعني لما طلعت نكهة البهارات الحين بضيف كريمة الطبخ. طبعا مقدار الكريمة بتضيفينها على حسب كم مسوية الدياي. بس خلاص الحين جهزت معنا الخلطة. نبدأ نسوي آخر خطوة اللي هي نحشي فيها سندويشات البرجر. طبعا اللي حابين يكون الجبن أكثر ممكن يضيفون مع الكريمة جبن، اللي يحبون طعم الجبن يكون زيادة فممكن تضيفين جبن كاسات مع الكريمة. هني طبعا نبدأ جهزنا صحن الفرن اللي هو البايركس، حطينا عليه ورق الزبدة وبديت أجوف الخبز. قطعنا من النص طبعا ونشيل الخبز اللي من داخل. خلاص بهذه الطريقة. طبعا هذا ما بنفره، بنستخدمه في استخدامات ثانية. خلاص مثل ما انتم شايفين جهزنا السندويشات، فرغناها من الوسط. الحين بنبدأ نسوي الحشوة اللي بنحطها في وسط السندويشات. الحين نحط الخلطة داخل السندويشات.
حتى لو الخلطة طلعت عندك زيادة ما عليه، عادي ممكن تحطينها في الثلاجة لليوم الثاني وتسوين فيها أي سندويشات، أو حتى تاكلونها مع الخبز العربي بعد طعمها لذيذ. وزعنا الخلطة، الحين بنبدأ نحط جبن الموزاريلا. جهز معانا السندوتشات، الحين بحطهم في الفرن بس من فوق، مجرد يذوب الجبن ويتحمر خلاص يعتبر السندوتشات خلاص جاهزة. وهذه السندوتشات جهزت، شوفوا بس خليناها تتحمر تحمير خفيف من فوق عشان ما تحترق، عشان السندوتشات ما تحترق. وعلينا وعليكم بألف عافية.